يلا بقى بكوبايتين دقيق بس هنعمل كمية الوافل اللي انتوا شايفينها دي كلها في البيت بطريقة سهلة جدا ومكونات سهلة وبسيطة وتكاد تكون اقتصادية كالعادة بتاعتي. بصوا عامل ازاي، زينته بالصوصات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، صوص الكراميل وصوص الشوكولاتة البيضاء وصوص الشوكولاتة البني. بصوا عامل ازاي من جوه. جربوا الطريقة هتعجبكم ان شاء الله. لو عايزة تعرفي الطريقة والتفاصيل كملي بقى الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هعمل معاكم طريقة عجينة الوافل الأصلية زي بتاعة المحلات والعربيات بالظبط. أنا جايباها من حد موثوق فيه 100%. معايا هنا مكونات سايلة زي ما اتعودتوا معايا ومكونات جافة. المكونات السايلة بنزل بقى في الخلاط، أنا بعملها في الخلاط، ممكن تعملوها بمضرب يدوي عادي مفيش مشكلة خالص. معايا هنا نص كوباية لبن، كوباية إلا ربع مية، معايا هنا ربع كوباية زيت، ممكن تستبدلوها بزبدة أو زيت على زبدة أو سمنة عادي مفيش مشكلة. معلقة واحدة بس سكر، مش هنكتر عن كده علشان خاطر الوافل معانا ما يبقاش غيماء. معايا هنا بضايه، هي الوصفه المفروض بالتين بس انا ما كانش عندي غير بضايه واحده فعادي شغال مفيش اي مشكله فيها. معايا هنا فانيليا هناخد منها نقطتين. معايا هنا بقى المكونات الجافه، ومعايا هنا مكون سحري في المكونات الجافه دي وهو ده السر بتاع العربيات والمحلات، سر القرمشه يعني. معايا هنا كوبايتين دقيق نفس معيار الكوبايات اللي احنا شفناها اللي هي ديت، كوبايتين دقيق، معلقه كبيره هرميه بيكنج باودر، معايا هنا معلقتين نشا، معايا هنا بقى المكون السحري والاساسي كربوناتو. دي هناخد منها نص معلقه صغيره بس، دي بتخليها هشه ومقرمشه جدا. اول حاجه هننزل بالخليط اللي هو السائل دوت، هننزل بيه في الخلاط هنا زي ما اتعودتوا بقى من المكونات بتاعتي ان انا دايما بحب اضرب الحاجه في الخلاط. هنا الوصفه عادي بتتضرب بالمضرب الكهربائي، بالمضرب اليدوي العادي السلك، بالايد مفيش مشكله. هنزل باللبن نص كوبايه، وهنزل بكوبايه الا ربع ميه. ظبطوا المقادير بالظبط، يعني كميه السوائل هنا المفروض لبن على ميه هيبقى حوالي كوبايه وربع بالظبط. معايا هنا البضايه، هنا البضايه ممكن تزيد تبقى بيضتين مفيش مشكله، الموجود عندك شغال كله موجود. معايا هنا معلقه سكر واحده بس كبيره. معايا هنا الزيت ربع كوبايه، وهنزل بنقطتين فانيليا اهو كده بس. هنخلط بقى كل المكونات بالمضرب لحد ما تعمل بوم كده عالي وتبقى شبه خليط الكيكه فاتح كده وجميل. خلص الخليط معانا، بصوا بقى عامل ازاي اهو، عمل بوم خلاص بقى خد الشكل اللي هو الفاتح. هنخلي الخليط ده على جنب. هنجي هنا بقى عند المكونات الجافه، قلنا كوبايتين دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، هنا معلقتين كبار نشا، النشا هنا بتخليه مقرمش وجميل. احط بقى رشه البيكنج صودا اللي هي نص معلقه كده مش مليانه ممسوحه برضو، وهقلب كل المكونات الجافه مع بعض. هنخلط بقى كويس خلاص زي ما قلت لكم، هنخلط البيكنج باودر مع البيكنج صودا او الكربوناتو مع الدقيق، وهنزل عليهم بقى بالخليط السائل. تمام، بسم الله، وهنقلبه اهو. بعد ما خلطنا كل المكونات بصوا الخليط معانا عامل ازاي، شبه خليط الكيك بالظبط. شايفين عامل ازاي اهو. احطه في حاجه يكون ليها بوز عشان لما اجي اصبه في مكنه الوافل يتصب معانا يبقى كويس. شايفين القوام بقى. بشغل مكنه الوافل تسخن. المكنه دي بتشتغل ازاي، بنحط الفيشه بتاعه الكهرباء عادي خالص، الناس اللي هي لسه جديده ما تعرفلهاش. هنا اللمبه الحمراء ما دام شغاله يبقى لسه كده وصل لها كهرباء. اول ما تدينا هنا اللمبه الخضراء تنور معنى كده ان خلاص مكنه الوافل سخنت وجاهزه ان احنا نصب فيها الخليط. واحنا بنصب فيها الخليط هنمسك الفرشه السيليكون ديت
نمسحها بزيت خفيف كده ونمشي بقى خفيف خالص. هي جرانيت وكل حاجه، بس برضو الاحتياط واجب برضو. تمام. هنا برضو في بديل للمكنه، في قوالب سيليكون. هبقى اعمل معاكم فيديو بالقوالب السيليكون برضو للناس اللي ما عندهاش المكنه. هنعمل برضو الوافل من غير المكنه خالص، هنعملها في القوالب السيليكون في الفرن عادي مفيش مشكله، وهتطلع نفس الطريقه. مفيش ده ومفيش ده، هنعمله في طاسه تيفال او اي حاجه ما بتلزقش. هنعمله زي البانكيك، نفس العجينه نعملها زي البانكيك عادي وتشتغل يعني نفس الطعم، هو الشكل بس اللي هيبقى مختلف. هنا خلاص اللون الاخضر اشتغل. نبتدي بقى نفتح المكنه اهو معاكم. بصوا هتلاقوها بتطلع دخان حاجه بسيطه كده، هي سخنت. هنجيب بقى الطاسه بتاعتنا، الفرشه السيليكون سوري، وهنعمل كده خفيف، هنديها مسحه خفيفه دي للامان برضو. هي جرانيت وكل حاجه ومش هتلزق، بس ايه يعني الناس اللي قلوقه زي كده اهو اهو. بصوا ادينا مسحه خفيفه خالص. هنصب بقى العجين. هنصب العجين، ما نحاولش ان احنا نحط عجين كتير علشان خاطر ما يطلعش بره الجهاز ويبهدل لنا الدنيا. بس كده اهو، ما تزودوش في العجين علشان خاطر ما يطلعش بره وهيتحرق ومش هيبقى ليه ريحه اللازمه خالص، وهيبهدل المكنه وهيبقى صعب في التنظيف. بصوا مش عايزين فيها فراغات خالص اهو زي ما انتوا شايفين. نقفل بقى العجينه المكنه بتاعتنا، نسيبها من حوالي من 4 دقايق ل6 دقايق. ما تقلقوش هنا لو هي طلعت دخان عادي خالص مفيش اي مشكله. هنفتح بقى ونبص عليها. لسه شويه، هسيبها شويه كمان، انا عايزاها لونها ذهبي. ما تقلقوش لو هو بيطلع دخان او اي حاجه، وعادي هو ده طبيعه مكنه الوافل. هفتح بقى وابص عليها. بصوا اللون، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. هطلعها بقى واحط غيرها. بصوا انا عايزه اوريكم طلعت بسهوله عشان احنا دهنينها زيت. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا تحفه. بصوا ناشف اصلا، لسه سخن وناشف جدا. هكمل برضو نفس الكلام، اعمل معاكم واحده تانية. بس قبل اي حاجه هننضف اي حاجه حواليها كده عشان ما تتحرقش في اللي بعدها. بين كل واحده واحده نتاكد ان مفيش اي حاجه على الحواف. تمام كده. هعملها برضو مسحه زيت خفيفه خالص كده، دي للامان بس مش اكتر. الناس اللي هي بتخاف ان هي تلزق منها. هصب برضو نفس الكلام. انا بعمل معاكم واحده تانية بس عشان ما تقلقوش كده من المكنه. في ناس بتقلق منها شويه، هي سهله خالص، هي بس بتاخد وقت شويه كده اهي. هعمل واحده تانية اهي. بس كده زي الفل. اهم حاجه بس الفراغات تبقى مليانه بحيث ان احنا ايه ما تطلعش ناقصها حاجه. تمام. هقفل عليها برضو نفس الكلام. افتحها اشوفها اهي معاكم. بصوا اهي تحفه. خلاص كده هطلعها. بصوا تحفه جدا، مستويه من فوق وتحت، حلوه قوي. وخلاص خلصت كل الكميه. بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا جدا. بصوا زي بتاع بره بالظبط والله. بصوا حتى اهو ناشف مش طري، ولونه حلو قوي. ده عشان حطينا معلقه واحده بس سكر. هنرش عليه بقى الصوصات اللي احنا نحبها، الفاكهه اللي احنا عايزينها. انا هنا هزوقه بالصوصات اللي انا كنت عاملاها معاكم، اللي هو صوص الشوكولاته وصوص الكراميل وصوص الشوكولاته البيضاء. هزين هنا بقى بصوص الشوكولاته. فاكرين اللي انا عملته معاكم اهو، اي بقى شكل انتوا عايزينه كده. اقعدوا انتوا الاثنين هنا جنبي بقى كده. ممكن تستبدلوه لو عندكم شوكولاته قابله للدهن عادي خالص اهو معانا كده. سهل جدا، مفيش اي تعقيدات، سهل وبسيط خالص خالص. بس اعتمدوا الوصفه دي بجد احلى وصفه اتعملت للوافل اهو. ايه ده
عايزين تعملوها خليط كده تمام، عايزين تعملوها زي تفردوها زي السبريد تمام، مفيش مشكله. انا هنا ازوق مجموعه بالصوص الشوكولاته البني والصوص الشوكولاته البيضاء. هنزل برضو بخيط من الشوكولاته البيضاء معاها اهي. الصوص جميل جدا تحفه اهو. احنا عندنا هنا بنحب الصوصات قوي، اللي عايز يقلل يقلل، وممكن هنا بتستغنوا عن الصوصات خالص وتسيحوا شوكولاته عادي، شوكولاته اللي هي اي شوكولاته انتوا تحبوها، او ممكن ترش عليه سكر بودره المتوفر عندكم اعملوه. هنا برضه هزين بالصوص التوفي او صوص الكراميل اللي انا كنت عاملاه معاكم. بصوا الصوص عامل ازاي، قوامه حلو قوي وطعمه جميل جدا 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 كمان من هنا لبكره. كفايه ان احنا عاملينه بايدينا، المكونات كلها في البيت، يعني احنا ما جبناش حاجه زياده عن اللي متوفر في البيت تمام. زينه بقى بالشكل اللي يعجبكم. هخلص كل الكميه واوريها لكم في الاخر. واهو زي ما انتم شايفين خلصت التزيين. هنا عايزين تزينوا بمكسرات بفاكهه الموجود عندكم زينوا بيه، دي حاجات اختياريه. انا هفتح معاكم واحده بس كده، بصوا هنا كده اهي، اوريها لكم من جوه. بصوا مستوي ازاي وجميل جدا جدا جدا. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم، واحلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.